شباب، في نصباية جديدة في انستا باي دلوقتي. انا اكتشفتها، وهي يعني مش هاكر انستا نفسها، لا هي رسالة خادعة. يعني انا اتعاملت معايا انا شخصيا، فانا حبيت بس انبه الناس من القصة دي. في عميل ليبي جالي، شاب كده شكله محترم، وكنت انا مضغوط ساعتها بعملاء يعني كتير. فدخل عايز احول 10,000 جنيه، اسحب 10,000 جنيه انستا. قلت له ما عنديش مشكلة، حاضر. جبت له الرقم وحول على محفظة وخلاص تمام. والراجل عشان موقفوش، انا كنت لسه بشوف الرصيد زاد ولا لا، فاديته فلوسه وخلاص مشيته. الرسالة شكلها طبيعي، ما فيش اي مشكلة. وبعدين دي عن رسالة انستا، ما شكتش لحظة ان هي ممكن تكون فيك. فلا، اتضح ان هي فيك في الصورة. فهوريك الصورة وركزوا ايه اللي حصل. شايفين الصورة كده زي ما انتوا شايفينها؟ موضوع طبيعي جدا. رسالة انستا 10,000 جنيه الى محفظة او مكتوب الرقم. بس اتضح ان البرنس اصلا عامل الصورة دي اصلا فيك، يعني هي صورة عادية جدا، وبدأ ان هو يشتغل عليها. يعني الصورة بيعمل لها فوتوشوب. بيعمل ايه بقى؟ هنا المفروض الى محفظة، وفي تحت كلمة المحفظة الالكترونية ده بيبقى اسم الشخص اللي هو انا، وتحتيها الرقم، ما يبقاش بالبونت العريض ده شوية. بعدين هنا المرجع، ثواني بس عشان الشاشة ضلمت. وهنا المرجع تحتيه المفروض كلمة التاريخ، ويكتب لك التاريخ هنا. وكمان بيبقى فيه كلمة اوقات مثلا ايه التكلفة. فالتاريخ مش موجود، فهو مسح التاريخ من هنا، ومن هنا ماسح اسم صاحب المحفظة. يعني هو مجهز الفوتوشوب ان هو يحط الرقم ده ويصور من تليفون تاني ان المعاملة سليمة، بحيث انا نخدع فيها. المعاملة دي لو انت خدت بالك، اوريكم صورة تانية. المعاملة دي بص، احنا ماسحين الرقم خالص. لو انت خدت بالك الفوتوشوب مسحها خالص، اهي مفيش حاجة. هي نفس المعاملة. يعني واحد صديق ليا قال لي سهل جدا، ادينا مسحنا من الفوتوشوب الرقم. تحب نحط رقم هنا، اي رقم انت عايزه، ان البرنس هو ماسح التاريخ. وطبعا ما نعرفش اصلا المحفظة دي يعني هي صاحبها هو مكتوب، بس ممكن يكون هو ملوش ذنب، او ممكن يكون هو اللي عاملها. يعني الفكرة كلها ممكن يكون ده الشخص ده وشهر البنك الاهلي، وممكن يكون هو اصلا اللي عامل النصباية دي. وممكن مظلوموش، ممكن يكون مش هو، ممكن يكون حد تاني واخد الصورة زي ما هي كده، وهو اللي بيشتغل عليها وبيعمل نصباية في الناس. فدي دخلت عليا ان انا ما اديتش اخوانا خالص لشعار انستا بالشكل بالرقم. فكنت مضغوط، فيا دوبك رجعت الرقم. وعبالات ما رجعت ابص على الرصيد عندي عشان اخد بالي من الموضوع، كان العميل طبعا مشي. فالتنبيه اللي انا عايز انبهك ليه كحد عندك فودافون كاش بتشتغل، ان انت بعد اذنك ما تديش فلوس للعميل غير لما تتاكد ان الفلوس دخلتك، وتركز في الرساله. ومهما كنت مضغوط والعميل مستعجل، العميل مش مشكله، استعجل على براحته. فانت لا، انت تقف كده وتخلي في بالك من فلوسك. انا بس كنت واثق شويه صغيره في الناس من مظهره، فده اللي خلاني وقعت في صوره زي دي كده فيك. مفيش حد كبير على الغلط، وكلنا بنتعلم. وحبايبي، يا رب اكون افدتكم. تخلي بالكم من الحكايه دي.